يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى واغلى متابعين. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. نهاركم سعيد ان شاء الله. ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحه البال. ما تنسوش تدعوا لابويا والامي موتانا اجمعين يا رب العالمين. صباحكم زي اللبن الحليب، صباحكم ابيض زي قلوبكم. النهارده ان شاء الله صباح جديد ويوم جديد وروتين كله طاقه ايجابيه. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله تستفيدي منه. ربنا ما يحرمني منكم ولا تتحرموا مني ابدا ابدا ابدا. قولوا ان شاء الله. النهارده ان شاء الله اول يوم في الرجيم هنعمله مع بعض. طبعا في متابعين كتير هيعملوا معايا رجيم وهيمشوا معايا، وان شاء الله وباذن الله على اخر الشهر هنكون خاسين كتير. وعايزه بقى كل متابعه تكتب لي في التعليق بعد كده هي خست قد ايه. بلاش تقولي على الوزن عشان ايه الاحراج وكده، لا احنا عايزين بس منك انك تعرفينا انت خسيتي قد ايه عشان نعرف بس ونتاكد ان الرجيم جاب نتيجه. وان شاء الله هجيب نتيجه على طول. ده احنا زي ما يكون داخلين حرب. والله ربنا يستر ونكسب الحرب بتاعتنا. بعد كده شغلت اذاعه القران الكريم عشان تدي روح في الشقه وكمان طاقه ايجابيه، وكمان حطيت دور في الغساله. وتعالوا بقى عشان ننشط الحرق. عايزين نشرب كده مشروب خفيف وجميل عشان ينشط الحرق وكمان يحسسنا بالشبع. اول حاجه بس كده في متابعه جميله قالت يا ام ميدو هو انت حاطه ايه في الارض في المطبخ؟ بصي حبيبتي انا حاطه بس ايه مشايه كده، انا كنت لسه جايباها جديده في العيد الصغير. هو طقم كده على بعضه، مشايه كبيره ومشايتين صغننين، متهيألي كانوا عاملين 150 جنيه. اول ما شفتهم عجبوني الصراحه لانهم كمان خفاف يعني في الشيل والحط، وكمان لونهم تحفه يعني حلوين قوي. تعالوا بقى عشان نعمل المشروب بتاعنا اللي بينشط الحرق. اول حاجه حطيت ميه دافيه دافيه على فكره مش مغليه، بس الميه طلعت بخار تمام. بعد كده عصرت نص ليمونه على الميه عشان نشربها. طبعا لو انت حابه تضيفي معلقه عسل صغيره براحتك، لكن نص الليمونه مع الميه الدافيه بالنسبه لي كويسه جدا. بعد كده معايا 3 تمرات اللي هو البلح الناشف اللي كان عندي من رمضان، او 3 تمرات اللي هو البلح الطري تمام. انا ما حطيتش معلقه عسل عشان كده لان طبعا البلح بيبقى مسكر شويه، وفي نفس الوقت البلح يا جماعه مع كوبايه الميه ونص الليمونه بينشطوا الحرق جدا، وكمان البلح بيمدك بالطاقه وفي نفس الوقت بيحسسك بالشبع، وفي نفس الوقت انت لا بتزيدي ولا بتتخني ولا بيحصل لك اي حاجه. اول ما بتصحي من النوم لازم تشربي على الاقل كوبايتين ميه. ليه؟ الميه طبعا برضو بتحسن الحرق او بتنشط الحرق، وفي نفس الوقت بتملي المعدة وبتحسسك بالشبع، وكمان بتخلي بشرتك ما شاء الله نضرة، وكمان يعني وشك ما شاء الله عامل كده ايه زي النور، يعني النور بيطلع منه. اول بقى ما بتصحي من النوم بتاخدي الكوبايه دي على طول تشربيها، يعني في اي وقت، الساعه 8 الساعه 9 الساعه 10 الساعه 11، المهم ان انت تاخديها قبل الفطار. ولو ما فيش عندك بلح مش مشكله، تقدري تشربي بس الكوبايه بس. يا ريت تجيبي البلح ده، يعني هاتلك كيس خلاه عندك او اكيد عندك من رمضان. انا كنت شاربه الكوبايه دي الساعه 11 الصبح. طبعا انا صاحيه بدري جدا بس انا كنت ملبوخه في هدوم العيال، كنت بطلعها من تحت السرير الهدوم الصيفي، وانا اول ما بقوم من النوم مش بيبقى ليا نفس خالص للاكل. بعد كده بعد طبعا ما شربت كوبايه الليمون بالميه والثلاث تمرات، دخلت صليت الظهر، وبعد كده ايه قريت الورد بتاعي. يعني انا كان لسه لي كام صفحه كده واختم القران، لان انا بصراحه ما لحقتش اختمه في رمضان، لان انا كنت بادئه فيه قبل رمضان وما لحقتش اختمه في رمضان، عشان طبعا عارفين رمضان كان وقته ضيق وكمان كان في شغل تاني. والحمد لله انتوا عارفين بقى شغل البيت وست البيت، وكمان انا كان ليا شغل تاني، فالحمد لله صفحتين كمان واختموا باذن الله. طبعا هنا ايه, بعد بقى ما قريت الورد بتاعي قعدت شويه اتصفح على النت شويه. ببص هنا على مريم بنتي لانها بتمتحن واتاخرت النهارده شويه، فانا عماله اقول يا ترى يا بنتي اتاخرت ليه ربنا يسترها. ببص على اول الشارع لقيتها جايه من بعيد مع اصحابها، قلت الحمد لله. كنت لسه هلبس الاسدال عشان اطلع اشوفها لان انا بقلق عليها جدا. ربنا يسترها عليها وعلى البنات كلها وعلى الشباب وعلى كل الناس يا رب اللهم امين. كان في دبانه رخمه واقفه على الباب، جبت البيروسول ورشتها عليها موتها. تعالوا بقى اما نعمل الفطار بتاعنا، الفطار المميز الجميل المشبع الحلو. معايا بقى خياريه كده ايه
كبيرة حلوة، وطماطمية صغيرة وبصلاية صغيرة وقرنين فلفل وكمان فصين توم، ومعايا كمان فول. انا جايبة ب2 جنيه فول من بره من مطعم. طبعا لو انت عاملة فول في البيت عادي خالص. هاخد من الفول ده يا جماعة معلقتين كبار، تمام. وبعد كده هقطع عليه كل الخضار اللي انت شفتيه. قطعت كل الخضار ده تقطيع كبير شوية. طبعا تقدري تفطري فطار تاني خالص، يعني تقدري تسلقي بيضة مع حتة جبنة قريش. لو انت ما بتحبيش الجبنة القريش تقدري كمان تاخدي معلقة كبيرة من الجبنة العادية اللي هي العلب او الجبنة البراميلي. يعني انت عندك كام نوع، المهم ان انت ما تكتريش، تمام. مع بقى عودين جرجير تقطع خيارية كمان، مع مثلا فلفل، مع مثلا طماطمية صغيرة. كل الخضار ده حلو ليكي في الفطار او في الغداء او في اي وقت. لو في خس حطي، وكمان تقدري تقشري بتنجانه كده حلوه وتحطيها مع الفطار. والله العظيم الفطار ده هيسد ويمد معاكي وهيحسسك بالشبع. وان شاء الله كل يوم هنعمل فطار شكل عشان ايه ما نزهقش. ولو عندك تونه اعملي برضو تاكليها تفطري بها يعني، بس تصفي الزيت منها، وبرضو قطعي عليها طماطمايه وبصلايه وفلفل والحاجات دي. ولو عندك جرجير كولي وخس والحاجات دي، الحاجات دي كلها الياف يا جماعه، بتشبع وبتملي المعده، وفي نفس الوقت السعرات الحرارية بتاعتها ضعيفة جدا جدا. قطعت بقى كل الخضار بتاعي زي ما انت شايفة كده، ونحط بقى التوابل: شوية ملح صغيرين، وشوية بابريكا، وشوية كمون، وشوية كزبرة. وبعد كده ايه نحط بقى ايه معلقة صغيرة من السمنة البلدي، مش مليانة قوي، او معلقة صغيرة زيت زيتون، او معلقة صغيرة زيت عادي يا جماعة، او زيت تموين. المهم ان هي معلقة صغيرة. لازم يا جماعة ناخد نسبة دهون، عشان الدهون دي هي اللي بتحسسنا بالشبع. وفي نفس الوقت الجسم يا جماعة محتاج نسبة من الدهون، ونسبة من النشويات، ونسبة من السكريات، ونسبة من الأملاح. اوعي تمنع حاجة من دي، لأن الجسم محتاج لكل حاجة اللي أنا قلتلك عليها، تمام. حطيت الفطار بتاعي كده في طبق، وبعد كده ايه هشرب كوبايتين ميه قبل الفطار، لان الميه دي زي ما قلتلك بتملي المعده وكمان بتحسسني بالشبع. وانا كمان كنت عطشانه، يعني قبل كل وجبه اشربي لك على الاقل كوبايتين ميه. جبت بقى رغيف عيش، لو عندك عيش بلدي يكون احسن، لكن ده عيش الطابونه او عيش الحكومه بتاعنا عامل زي البسكوت، مش بيشبع خالص. بس الحمد لله يعني انا مظبطه المسائل، عشان كده ايه معدتي مليانه. والله العظيم يا جماعه انا ما قدرت اكمل الطبق ده، يعني الحمد لله. يعني وجبة متكاملة ومشبعة جدا. طبعا لو انت مش هتاكلي عيش وهتاكلي الطبق ده بالمعلقة، تقدري تزودي الفول لحد 10 معالق، يعني زودي فول زي ما انت عايزة طالما مش هتاكلي عيش. طبعا الفول بروتين مهم جدا. ناس هتقول الرغيف كتير يا مميدو، لا ابدا والله يا جماعة الرغيف مش كتير، يا دوبك الرغيف مع الطبق ده. ولو كلت الطبق مع الرغيف ده هتشبعي لحد بالليل. الحمد لله على كل حال، انا مجربة ده كله. وطبعا اسبوع واتنين انت هتقللي من نفسك، وكل ما تقللي من نفسك كل ما هتخس اكتر، لانك خلاص المعدة اتعودت على عدد معين من الاكل او وجبة صغيرة من الاكل. طبعا يا جماعة انا فطرت الساعة 2، يعني لو كانت الساعة ما تقدمتش كانت زمانها الساعة 1. كل ما تأخري في الفطار كل ما يكون ليك احسن، عشان ما تجوعيش بالليل. يعني لو انت مش جعانة عشان شربت كوباية الليمون بالمية وكمان اكلتي 3 تمرات، تقدري تأخري وجبة الفطار زي ما انت عايزة. لكن انت لو جعانة صلي الظهر وافطري عادي خالص. اهم حاجة تفطري متأخر، ما تفطريش بدري. تعالوا ما اقول لكم انا بعمل ايه، وبعد كده ايه نكمل كلامنا. النهاردة هعمل على الغدا كفتة لحمة. اول حاجة فرمت بصلة كبيرة مع قرنين فلفل مع فصين توم او 3 في الكبة، ومعايا نص كيلو لحمة فيها نسبة دهون. بعد كده حطيت الخلطة على اللحمة، وحطيت نص كوباية بقسماط ناعم وكمان بيضة عشان الكفتة تبقى هشة. بعد كده حطيت الخليط تاني في الكبة وافرمها كويس جدا عشان تكون ناعمة. وبعد ما هفرم اللحمة احطها بقى في الطبق، واحط شوية ملح وشوية بابريكا وشوية كزبرة ناشفة وشوية فلفل اسود وكمان رشة بسيطة من جوز الطيب، واعجنها كويس جدا بايدي، واغطيها بكيس تلاجة واحطها على الرف في التلاجة شوية لحد بقى ايه ما اعمل ليه كده فنجان قهوة، وكمان اغسل المواعين. وتعالي بقى يا حلوة عشان اكملك موضوع الرجيم. طيب انا واحدة من الناس اكلت وشبعت وما شاء الله الفطار كفاني وفاض كمان. طب انت حضرتك كلتي وما شبعتيش هتعملي ايه؟ تقدري بقى ايه تعملي المتاح عندك، زي ايه تعملي كوبايه شاي تشربيها وانت بتفطري، لان طبعا الميه هتملي معدتك وهتحسسك برضو بالشبع. تقدري تعملي كوبايه ينسون، تعملي شاي بحليب، تعملي نسكافيه بلاك، كوبايه نسكافيه بلاك يعني برضو حليب على ميه او حليب، بس المهم يكون ايه قليل الدسم، او لو عامل وش قشطه
شيل القشطة وخلاص وحط الحليب. كل الحاجات دي تقدري تعمليها وانتي بتفطري عشان تملي معدتك. اهم حاجة ما تشربيش نسكافيه من بره، كابتشينو من بره، النسكافيه اللي بيقولوا عليه 3 في 1، لان الحاجات دي كلها يا جماعة فيها مبيضات وبتعطل الحرق. لكن النسكافيه البلاك يا جماعة مهم جدا في الرجيم، وكمان بينشط الحرق، وكمان فيه أكسدة مهمة جدا جدا. انا قلتلك اهو عشان ان شاء الله يعني تحسي بالشبع على طول. وعايزاكي وانت بتاكلي كلي بالراحه، لانك طبعا كل ما تاكلي بالراحه كل ما مراكز الاشباع اللي عندك تحسي بالشبع. لكن انت لو اكلت بسرعه هتحسي ان انت ولا اكلت حاجه. يعني استلذي كده بالاكل، يعني مزمزي كده في الاكل، حسسي نفسك بالسعاده وانت بتاكلي عشان تقدري تكملي. بصي بقى حبيبتي، عشان برضو ما نسيبش كل حاجه لنفسي. اول ما بدات رجيم يعني انا في حاجات انا عملتها من نفسي وكلت كل حاجة والحمد لله وخسيت والله، يعني 10 كيلو في الشهر. لكن اللي ساعدني كمان في قناة اسمها ضحى لايف ستايل، بصراحة انا كنت متابعاها، ممتازة جدا جدا. في قنوات كتير بتقدم دايت ورجيم، لكن بصراحة ما عجبنيش غير القناة دي. يعني القناة دي ما شاء الله وصفاتها فعلا ممتازة، المشروبات اللي بتاعت الحرق بتاعتها فعلا جابت معي نتيجة. كمان هي ماشية يعني بنظام صحي، يعني اسلوب حياة، يعني كل الحاجات اللي بتقدمها فعلا انت تقدري تمشي عليها طول العمر، وكمان وفي نفس الوقت من غير حرمان. انا بصراحة اتعلمت منها حاجات كتير. اسمها ضحى لايف ستايل، بصراحة هي ما تعرفنيش وانا اعرفها، بس عشان برضو ما نسيبش كل حاجة لنفسي حرام. المفروض انا بعد ما فطرت اخد بقى ايه، كوباية نسكافيه او كوبايه كابتشينو اللي هو البيت اللي انا عاملاه من نسكافيه البلاك، او اعمل ليا فنجان قهوه. لكن من كتر ما انا الحمد لله شبعت وشبعانه فما جاليش نفس اللي انا اعمل حاجه، لانك طبعا بعد الفطار او الغداء او العشاء لما بتشربي حاجه زي دي بتسد الشهيه على طول. لكن انا الحمد لله كنت شبعانه، فانا قلت ايه، اجهز الكفته واغسل المواعين واعمل شويه حاجات، وبعد كده ايه اعمل لي فنجان قهوه. حطيت كوبايه ميه في الكنكه وكمان معلقتين صغيرين بن. انا مش هحط سكر عشان هاخد مع فنجان القهوة مكعب شوكولاتة كده صغير دارك يا جماعة. يعني الشوكولاتة دي بتبقى فيها السكر قليل، وكمان فيها نسبة الدهون قليلة، وكمان فيها نسبة مرارة. انا اخدت مكعب شوكولاتة من الشوكولاتة اللي عندي اللي هي شوكولاتة المطبخ اللي هي سما، خدت مكعب بس. في شوكولاتة تانية مخصصة للدايت، هي يعتبر شوكولاتة المطبخ قريبة منها، لكن هي دي اللي عندي دلوقتي. فانا قلت ايه اخد مكعب مع فنجان القهوة عشان برضو ايه يديني طاقة، وفي نفس الوقت عشان برضو ايه السكر عندي ما ينزلش. خلي بالكم من موضوع السكر ده، عشان لو جوعتي او انت ما خدتيش سكريات في اليوم ممكن يحصل لك رعشه وسكرك كمان ينزل وتتعبي. لازم تاخدي حاجه فيها نسبه سكر، وكمان انت ليكي معلقتين صغيرين سكر في اليوم او 3. تمام. انا لحد دلوقتي ما خدتش سكر خالص غير مكعب بس الشوكولاته، حطيته في فنجان القهوه وشربته. بصراحه كان حته فنجان. يعني دايما الشوكولاته بتعلي هرمون السعاده في الجسم، وكمان بتديكي طاقه، وكمان بتحسسك بالشبع. حتى لو انت استخدمتي السكر بتاعك العادي في اليوم معلقتين او 3، انت ليكي برضو مكعب شوكولاته في اليوم. المكعب ده عامل 15 جرام، لكن لو انت هتاخدي شوكولاته دايت انت ليكي مكعبين، المكعبين عاملين 30 جرام. لكن عشان دي شوكولاته المطبخ فيها ممكن نسبه سكر شويه، خدت مكعب بس، مش هيأثر خالص ولا هيعمل اي حاجه خالص. بالعكس ده فنجان القهوه مع مكعب الشوكولاته بينشط الحرق جدا. تمام. عايزه تاكلي مكعب الشوكولاته كده جنب فنجان القهوه براحتك خالص. خدت فنجان القهوه ودخلت جوه في الانتريه وتصفحت على النت شويه ورديت بقى على التعليقات الجميله شويه. يا سلام، كانت حته قاعده مية مية. تحس كده ان انت مبسوطه ومرتاحه نفسيا ان انت خلاص يعني هتعيشي حياتك. تعالوا بقى عشان نحضر الغداء. معايا هنا صينيه مدهونه دهنه بسيطه من الزيت، وبعد كده إيه معايا بقى كده كوبايه ميه في طبق، وحطيت فيها معلقه صلصه، وكمان رشه بسيطه من الملح ورشه بسيطه من الفلفل الاسود، وقلبتهم مع بعض. وادهن ايدي بيها عشان لما اجي اصبع الكفته ما تلزقش في ايدي. طبعا انا صبعت الكفته يا جماعه على المعلقه، عشان اللي ما عندوش اسياخ او السياخ الخشبيه يصبع على المعلقه عادي خالص. حطيت الكفته على نار متوسطه، وبعد كده هقلب بقيه الميه دي يا جماعه، الميه الحلوه دي اللي هي متبله على الكفته عشان تديها طراوه، وفي نفس الوقت بتديها لون حلو قوي. وبعد كده اغطيها بورق حراري واسيبها تستوي، وبعد ما تستوي هدخلها تحت الشوايه تحمر. ما شاء الله الطريقه دي بتخلي الكفته معاكي ما شاء الله عليها هشه وطريه، وكمان الكفتة ما بتنشفش معاكي ابدا. وانا واقفة في المطبخ سمعت حد بيبيع بطيخ، وانا بصراحة ما كلتوش من ساعة ما طلع. فانا قلت ايه، لا ده انا هجيب واحدة واحطها في التلاجة عشان تسقع.
ناس هتقولي هو البطيخ ممنوع في الرجيم؟ مفيش حاجة ممنوعة في الرجيم يا جماعة، كلي كل حاجة بس بنسب قليلة أو بنظام. يعني انت ليكي سناك بين الفطار والغدا وبين الغدا والعشاء، يعني كده حاجات خفيفة تاكليها زي خيار، زي فاكهة، زي خس، أي فاكهة عندك، كل أي حاجة بس بنظام. يعني البطيخة دي تقدري تاخديها سناك، تاخدي شريحة واحدة. لو عندك تفاح كل تفاحية، لو عندك موز خدي واحدة، لو عندك فراولة كل 2 3، لو عندك برتقان قشرة واحدة كليها. يا جماعة النظام مش بيتعب منك، اخدت اللي في نفسك ومنك برضو ما كترتيش. مش هقولك طبعا كلفي نفسك وحتي فاكهة كل يوم والحاجات دي، لا، انت لو جبتي مرة في الاسبوع، مرة كل 10 ايام، يعني كلي من اللي انت هتجيبي منه، لان الفاكهة مهمة جدا للجسم وللبشرة. وكمان الخضار يا جماعة، الخضار مهم جدا، الخيار والخس والجرجير والحاجات دي مهمة جدا للبشرة عشان وشك ينور، وكمان تحت عينيكي ما يسودش وتحس ان انت هبطانه وتحس ان انت وشك مطفي. الميه والفاكهه والخضار بيخلي وشك فيه نضاره. تمام، تعالوا بقى ايه عشان نتغدى. بصي بقى، الرز بقى ليكي من 5 معالق ل7 معالق، تمام، بس انا هحط 5 بس عشان برضو ايه انا حاسه بالشبع شويه، او يعني ايه مش جعانه للدرجه، فانا هحط 5 بس. حطيت الكفته تحت الشوايه عشان تحمر ما شاء الله عليها. بصوا بقى، طريه جدا، هشه خفيفه زي الفل. انا بحب اسويها على البوتاجاز، يعني تسوية البوتاجاز عجبتني عن تسوية الفرن. انا بس اديتها لون تحت الشواية، شايفين؟ طرية جدا وهشة وخفيفة، اقسم بالله تحفة، بألف هنا. عملت طبق سلطة، طبعا حطي بقى اي خضار عندك على السلطة. المهم ان انت برضو ما تكتريش طماطم قوي، يعني ايه كتري الخضار اكتر. بعد كده حطيت قرن فلفل حامي عليه، لو انت بتحبي الحامي حطي. الحامي برضو يا جماعة يعني ايه بينشط الحرق جدا. هحط 3 صوابع من الكفتة او 4، يعني انا ليا من صابع لحد 4، انا احط بس 3 ما شاء الله. بروتين مشبع جدا وجميل. طبعا هشيل الكفتة الزيادة عشان بس ايه انا عملت كده عشان التصوير، لكن انا هاخد 3 بس او 4، بس انا خدت 3 مع طبق السلطة مع شوية الرز. والله العظيم يعني شبعت جدا جدا. طبعا لو في خضار جرجير حطي جنبها. اي اكل تعمليه كلوا منه، كشري كلي منه، خضار كلي منه، اي حاجه كلي منه. المهم ان انتي تقللي بس في الكميه، وما تنسيش كوبايتين الميه قبل كل وجبه. ولو عرفت تشربي طول اليوم لترين 3 ميه هيكون احسن ليكي. الميه دي حلوه جدا يا جماعه وبتنشط الحرق. طبعا انا اتغديت يا جماعه الساعه 7:30، يعني اتغديت المغرب، تمام. لو طبخت فراخ كل الصدر عشان الصدر هيشبعك اكتر، وكمان اشربي شوربه. وليكي من 5 معالق رز ل7 معالق رز. لكن انت لو بدأتي بالصدر والشوربه مش هتاكلي الرز، لانك هتشبعي، وكمان الصدر ما شاء الله بروتين ويعني ايه ويحسسك بالشبع. ولو حسيتي انك شبعتي كلي بس معلقتين رز وسيبي الباقي، يعني ايه ما تكمليش الرز. طبعا انا ما اتعشتش عشان يا جماعه انا شبعانه. لو انت بقى جوعتي كلي بقى اي حاجه خفيفه خالص. عايزه تاكلي خضار، خيار، خس، حاجات من دي، حته جبنه قريش، بيضه. المهم ان انت ايه يعني الحاجات دي كلها السعرات الحراريه بتاعتها ضعيفه جدا، يعني ايه ما تاكليش حاجات تانية تكون فيها سعرات حراريه تقيله، تمام. تعالوا بقى ايه احنا دلوقتي الساعه 12 بالليل. المشروب ده يا جماعه مدمر، انا كنت بستخدمه اقسم بالله بيخلي الجسم مكنه حرق ما شاء الله عليه. انا كنت باخده قبل ما انام على طول. انا يا جماعه معايا كاكاو خام، لازم يكون خام بدون سكر. انا كنت عايز دريم بس مفيش دريم، انا جبت كاكاو خام من عند العطار، بس يكون عطار انت واثقه فيه، لان في كاكاو فيه سكر، تمام. انا جبت 8 كيلو ب25 جنيه، وكمان معايا قرفة بدون سكر. وخلي بالكوا قرفة بدون سكر وكاكاو خام بدون سكر. المشروب ده يا جماعة بيشتغل على دهون البطن وعلى كمان الأرداف. أنا مجربة المشروب ده وفعلا بيجيب نتيجة. أنا جايباه برضو من قناة ضحى لايف ستايل، هي كانت عرضاه وانا جربته وفعلا يعني هي صادقة، يعني بصراحة جاب نتيجة معايا. طبعا الكاكاو ده في كل بيت والقرفة في كل بيت. انا جبت 8 كيلو هيفضلوا عندي كتير. بصي بقى انا حضرت كده علبة صغيرة، حطيت معلقتين كبار من الكاكاو ومعلقتين كبار من القرفة وحطيتهم على بعض في علبة، وحطيت معلقة صغيرة في المج. وبعد كده ايه حطيت مية مغلية وقلبته وسبت بقى ايه المشروب ده يبرد خالص او يبرد شويه، وبعد كده شربته. انا مجهزه العلبه دي عشان اخد منها على طول، ولما تخلص برضو هعمل غيرها. عشان ايه يعني بدل ما اجيب من هنا شويه قرفه ومن هنا شويه كاكاو، يبقى انا حطهم على بعض. وتحطي معلقه صغيره مليانه في المج، تمام. لو انت حابه تحليه ممكن تحطي معلقه صغيره من العسل، بس يعني ايه بلاش يعني اشربي كده، لان القرفه والكاكاو بطبيعتهم فيهم تحليه. اشربوهم كده ما شاء الله هيكونوا يعني ايه
كويسين جدا، لان العسل فيه نسبة دهون، ولو خدتيه بالليل الحرق طبعا بيبقى ضعيف بالليل. لكن المشروب ده برضو احنا هناخده الصبح قبل الفطار، وهنحليه برضو بمعلقة عسل، لان طبعا لسه اليوم قدامنا طويل وفي حركة وكده. الناس اللي ضغطها عالي ما تحطش قرفة، لان القرفة بتعلي الضغط. وكمان الناس اللي بترضع انصحك يعني ما تاخدهوش، مع ان في ناس بتاخده وهي بترضع، بس يعني انصحك لو انت يعني مش هتقدري تاخديه خلاص ما تاخدهوش، تمام. والحوامل برضو يا جماعة مش بياخدوه، عشان برضو ايه هو غلط عليهم، كده كده الحوامل اصلا الرجيم غلط عليهم. تصدقوا بالله انا جوعت من كتر الرغية، انا جوعت. انا عارفة اللي انتوا زمانكوا صدعتوا، بس كل كلمة في الفيديو مهمة جدا والله. اعمل ايه بس، والله انا تعبت من رغية 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 رغية، وكمان جوعت، بس والله ما انا واكلة حاجة، انا هنام على طول. وده كان اخر الفيديو. ما تنسوش بقى ايه، خلاص انا جبت جاز انا عايزة اشحن عشان اقدر اتكلم. لايك للفيديو، كمان اشتراك في القناة، وكمان ايه شير. مع السلامة، في امان الله.